تفتكروا مين اللي هيقدر يفوز بالدوري، الاهلي ولا الزمالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. وزي ما قلت كده في بدايه الفيديو، السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، مين اللي هيكسب الدوري او مين القادر على انه يفوز بالدوري؟ هل النادي الاهلي هيقدر يعود مره ثانيه بعد غياب سنتين وخساره الدوري سنتين، ولا هل نادي الزمالك هيقدر يحافظ على الدوري للسنه الثالثه على التوالي؟ السؤال ده مهم جدا، وفكره ان النادي الاهلي ونادي الزمالك حاليا بيتساووا في النقط، فكله بيسال السؤال ده. انا من وجهه نظري، واتمنى ان حضراتكم كلكم تشاركونا في التعليقات رايكم، لكن انا هشرح امرين انا شايف ان هم اللي هيقدر ينفذهم صح هو اللي هيقدر ان هو يفوز بالدوري. اولا، اللي هيقدر يأهل لعيبته نفسيا صح هيفوز بالدوري. بمعنى نادي الزمالك او فريرا مدرب نادي الزمالك لو قدر ان هو يأهل نفسه او يأهل لعيبته نفسيا صح لفكره الفوز بالدوري للسنه الثالثه على التوالي، انا شايف ان هو هيقدر يفوز بالدوري. ونادي الاهلي لو قدر ان هو يحمس لعيبته ويبث فيهم الروح، وانه يبين لهم ان الجماهير مش هترضى فعلا، والنادي الاهلي مش هيرضى ان هو يخسر الدوري للسنه الثالثه على التوالي، ان دي حاجه ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي قبل كده، برضه هيقدر يعود وهيقدر يفوز بالدوري. فاول نقطه زي ما بقول، نفسيه اللعيبه وشغل الاداره مع اللعيبه نفسيا، وان هو يديهم الدفعه وان هو يديهم الحماس وانه كل ده هيفرق بشكل كبير جدا على مين هيفوز بالدوري. الحاجه الثانيه، صفقات يناير او انتقالات يناير. خلينا نكون صراحه واضحه مع بعض، النادي الاهلي ونادي الزمالك اخفقوا بشكل كبير جدا في موسم الانتقالات اللي فات، ويمكن نادي الزمالك مثلا بيرحل عنه زكريا الوردي، والنادي الاهلي لسه ما بانش قوي اللعيبه او الصفقات اللي جابها ما اثبتتش او ما بينتش كرامه زي ما بيقولوا. فاللي في صفقات يناير هيقدر ان هو، او هتكون رؤيته صح ويقدر ان هو يسد احتياجاته صح، هيقدر ان هو يكمل السيزون الثاني بقوه، وهيقدر ان هو يفوز بالدوري. لان خلينا نكون صراحه واضحه مع بعض، الموسم لسه طويل جدا، ولسه افريقيا انت ما لعبتش فيها ماتشات كتيره. فالفكره زي ما بقول، اللي هيقدر ان هو يسد احتياجاته بشكل كبير جدا، الاحتياجات او اللعيبه اللي تخليه عنده البدل المناسبين وتخليه واقف على رجله اغلب المباريات، هو اللي هيقدر يكمل في المنافسه وهو اللي هيقدر يفوز في الدوري. فدول السببين اللي انا شايف ان هما من وجهه نظري هيأثروا بشكل كبير جدا على مين، او على سؤال مين اللي هيفوز بالدوري، الاهلي ولا الزمالك؟ اللي هيقدر نفسيا يحمس لعيبته كويس، واللي هيقدر يحط هدف واضح ليه ولعيبته، واللي هيقدر يسد احتياجاته بشكل صح، او رؤيته هتكون صح في احتياجاته في انتقالات يناير. اتمنى ان انتوا تشاركونا في التعليقات ارائكم ايه، وايه الافكار اللي ممكن تقدموها للاهلي او للزمالك عشان يقدروا ان هم يفوزوا بالدوري.